قبل ما نبدأ ملخصنا النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي وتعمل لك الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. بيبدأ الفيلم بالبطل اللي هو بيكون اسمه جو، وده شخص حشري بطريقة مش طبيعية. عارفين الشخص اللي يبقى قاعد جنبك في المواصلات كده وبتداري بعينيه في تليفونك؟ لا مش بس كده، ده بيحب يشوف الشات كله ويراجعه كمان. وهو بقى شغال سمسار في شركة عقارات، ومهووس جدا بالتجسس وإن هو يعرف تفاصيل حياة الناس، ومحتفظ بكل المفاتيح للشقة اللي هو بيأجرها، نسخة منها يعني. وبعدين بنشوفه وهو بيراقب زوجين وهو عارف تفاصيل الخناقة وعارف هما متخانقين ليه. وبعد ما بيخرجوا من شقتهم هو بقى بيدخل وراهم يتجسس شوية، يلاقي حاجات بايظة فيصلحها. هو بيعمل كده بس علشان يستمتع. بيزنس از بيزنس برضه، يعني هو بيتجسس بس ما بيأذيش حد. المهم ده كمان بيفضل يدور في الشقة ويعمل فيها حاجات وياخد صور للأشياء بتاعتهم. لأ ومش بس كده، بنلاقي الأستاذ عامل أوضة كبيرة فيها كل الصور اللي هو أخدها للأماكن اللي هو دخلها، محتفظ بيها كذكرى عنده يعني. المهم بطلنا الحشري دوت بيعمل كده علشان يستمتع، وعارف أخبار وتفاصيل حياة الناس كلها ما عدا واحدة بس، والواحدة دي بقى تبقى البطلة سو، نجمة السوشيال ميديا المؤثرة جدا. شافها بقى من 5 شهور، واللي لفت انتباهه إن هي كانت بتاكل سجق، ونزلت على السوشيال ميديا إن هي بتاكل أكلة نباتية، وده خلاه شخص فضولي ناحيتها علشان يعرف هي ليه بتكتب. وهو صراحة مش ناقصه فضول أكتر من اللي بيعمله يعني، وقال لنفسه أنا لازم أعرف حكايتها إيه الست دي، وراقبها وعرف هي عايشة فين. وطلع بيتها في حتة غريبة جدا ومش آمن، ولا في كاميرات ولا أمن. وعرف يجيب الأكاونت بتاعها ودخل وقعد يقلب فيه وشاف صور وهي بتتصور في أماكن غالية ببراندات غالية، واللي يشوف الصور دي ما يشوفش الزريبة اللي هي عايشة فيها. لا ودايما مصورة نفسها وهي بتجمع تبرعات وبتعمل أعمال خيرية وبتاعت خير يعني، وبتهتم بالحيوانات جدا لدرجة ان هو شافها بتأكل قطة ومهتمة بيها لأن هي رجليها مكسورة يعني. وطبعا هنا البطل شافها حنونة جدا، وشخصيته جذبته ليها أكتر، وقرر ان هو يراقبها أكتر وأكتر، وحاول بكل الطرق ان هو يدخل شقتها لكن معرفش. وبنشوف بقى ان في بيته في لوحة بيربي فيها نمل، فعلا فقد الشيء يعطيه. الأستاذ بيربي نمل ونسي هو يتربى. وبعدين بقى بيتفاجئ وبيلاقي البطلة جاياله المكتب بتعرفه ان هي عايزة تأجر شقتها، وراحت مطلعاله مفتاح الشقة يعني قال ايه علشان يشوفها. وهو طبعا أخيرا ما صدق وجات له الفرصة علشان أخيرا يدخل بيتها. وطبعا قعد يفتش وياخد الحاجات بتاعتها ويصورها، ولقى حاجات بايظة قال يصلحها. وهو بيسلك لها الحوض لقى شعر ولقى عدسات، وبيستغرب جدا. وبنروح لها بقى هي لأن هي عاملة فيديو وهي منهارة فيه جدا، إن في قطة في الشارع رجليها مكسورة وواخداها بسرعة على المستشفى. والداعمين طبعا بيفضلوا يبعتوا لها تبرعات، وهي بقى بتحكي لهم على القطة وبتطمنهم عليها. والأستاذ اللي بيراقبها قاعد وبيستمع لللايف كويس جدا. تاني يوم بيروح شقتها، وهنا الصدمة بقى بيلاقيها مقتول. وطبعا هو اتخض جدا وما كانش عارف يعمل ايه، ولو بلغ هيتهموه هو، يعني هو بيعمل ايه عندها. ففكر ان هو يجيب زباين للشقة علشان يأجروها ويعمل نفسه ان هو مش عارف اي حاجة ويتفاجئ معاهم. وهنا بقى كانت الصدمة ان لما الزباين دخلوا ملقوش اي حاجة ولا اثر للجثة، اختفت. وده بيقلق البطل اكتر. وعدى 4 أيام ولسه جثتها ما ظهرت. وفجأة البطل كان داخل مكتبه ولقى ظرف، وبيفتح الظرف ده لقى مكتوب انت اللي عملت كده صح، وصور بقى للبطلة وهي مقتولة، وصور ليه وهو بيتجسس عليها. وبعد كده البطل راح يزور أمه اللي مدفونة في برطمان مقفول، لقاه متكسر. ومش بس كده، لقى صورته مع والدته متقطعة، واتضايق طبعا وزعل. وبعدين وهو ماشي في عربية نقل كبيرة كانت هتخبطه، لكن هو نفد منها وراح بسرعة علشان يشوف مين السواق، لكن لقى العربية فاضية. وراح علشان يراجع كاميرات المراقبة، برضه ما قدرش يوصل لأي حاجة. والشرطة بتاخد خبر باختفاء البطلة، وواحدة زميلة للبطلة من السوشيال ميديا. البطلة كانت مفهماها إن هي لو اختفت تبلغ فورا، وعاملة فيها قال إيه الصديقة المخلصة، وهي واخدة الموضوع أصلا علشان تصيد في السوشيال وتعمل فيوز أكتر. وفضلت الشرطة تحقق في الموضوع وما وصلوش لأي حاجة تدل إن لسه البطلة عايشة. والشرطة بتروح علشان تحقق مع البطل وتعرف منه آخر مرة شافها إمتى، لكن بيقول إن هو ده من بدري جدا. وبيسألوه إمتى كان موجود لما اختفت، قال إن هو كان في المكتب.
وبيعرفهم طبعًا إن هو معاه مفتاح شقتها عادي، لإن ده طبيعي لإن كل العُملا بتوعه بيدّوه مفاتيح شققهم. وبعد كده البطل سلِّم المفتاح للشرطة، ويسكت لأ، ما يسكتش، يراقب الشرطة شخصيًا ويشوفها بتعمل إيه. والشرطة وهي بتدوّر في الشقة بتاعة البطلة لقوا دم تحت الكنبة، وهنا بقى البطل اترعب وجري على السوشيال ميديا عشان يعرف إذا كان ليها أعداء والّا حاجة. وهوب بقى يتفاجئ إن اللي كانت عاملة فيها مخلصة وبتبلّغ على اختفائها قاعدة على اللايف في النت ومقطّعة فروتها، إن هي شخصية كدابة ومش نباتية وبتاكل لحوم عادي. وبنعرف بقى إن البطلة والبنت دي منافسين جدًا على السوشيال ميديا وكل حاجة بتقلدها، الماركات والأماكن اللي بتتصور فيها وكل حاجة. وطبعًا البطل هنا كان لازم يتجسس ووصل لبيت البنت المنافسة للبطلة، وهناك بقى لقى جوابات حمرا كتير زي اللي بتتبعت له وتفاصيل لخناقات كتير بين البطلة والبنت اللي مقطعة فروتها. وبعدين اكتشف إن في واحد مهووس جدًا بالبطلة وأي مكان بتتصور فيه هو بيروح يتصور فيه. وهنا البطل الحلو بقى استنتج إن أكيد البنت اللي مقطعة فروتها دي مش بعيد هي اللي قتلتها مع المهووس بيها، اتفقوا مع بعض يعني. ولما رجع البيت في اتنين ادوله على دماغه وهجموا عليه، بس هو عرف يهرب منهم بسرعة وراح للشرطة علشان يبلغ، وحكى لهم كل تفاصيل البطلة البنت اللي هي مقطعة فروتها والمهووس بيها وكل حاجة. والشرطة راحت معاه لبيته، وهناك لقى اللوحة بتاعته مرمية في الأرض فاتقهر على النمل. لا ومش بس كده، الصدمة يلاقي المهووس متعلق في السقف، اتخلص من حياته يعني. والشرطة لقت صور، أول صور لقيتها كان البطلة مع المهووس، أما بقى الصور التانية ليه هو وهو داخل البيت بتاعها وبيراقبها. وطبعا كانوا شاكين فيه وكانوا فاكرينه بيمثل عليهم لأن هو اللي عمل العملة دي وعايز يعني يتهرب منها بذكاء. وهنا بقى شبه متهم، بس هو خد بعضه وطلع يجري من كتر الخضة اللي هو بقى فيها. وبعدين بقى بنشوف صاحبتها اللي عاملة فيها مخلصة وهي بتنشر صور البطل على النت وقال ايه هو اللي عمل العملة دي. هنا البطل كان قاعد عمال يندب حظه مش عارف يعمل ايه، خد بعضه وراح شقة الراجل المهووس بالبطلة، وهناك لقى ورقة مكتوب فيها عنوان المكان اللي مامته مدفونة فيه. وراح جري بسرعة وجاب البرطمان اللي فيه رماد مامته، ويفتح بقى البرطمان يلاقي ايه، يلاقي سكينة اللي المفروض اتضربت بيها البطلة. ومش بس كده، يلاقي جواب جواه مكتوب ان لو الشرطة عرفت بكل الصور اللي هو واخدها للبطلة هيروح فيها. وهنا البطل اللي هو انا لسه ما روحتش، وبنشوف صديقة البطلة اللي كانت عاملة نفسها مخلصة وهي قاعدة فاتحة لايف على قفا البطل. هوب البطل بقى بيدخل عليها وبيهجم عليها وبيكسر لها اللاب وبيطين عيشتها. وهنا بقى بيقول لها مطية مجرمة اتخلصت من البطلة ليه، وهي بتقول له ابدا انت فاهم الموضوع غلط، انا كل اللي انا عملته ان انا عرفتها على المهووس لانه كان مهووس بيا قبلها، وعلشان اتخلص منه زقته عليها. وهو بيقول لها بلاش تمثيل، امال كل الخناقات اللي انتوا بتعملوها على النت دي ايه ومقطعين فروة بعض على الاخر. هي بتعرفه ان ده شغل سوشيال لكن دي مش الحقيقة. قال ايه يعني بيضحكوا على الفانز وبيعملوا لهم دراما علشان يتسلوا بيها، وهي عاملة فيها الحربية الخبيثة والتانية الملاك البريء، وكل ده في مقابل إن هي بتاخد جزء من أرباحها. وسألها إيه حكاية الأظرف الحمراء اللي موجودة عندها دي، بتقوله ولا أي حاجة، البطلة كانت بتبعتلي فيها فلوس. وهنا شك بقى إن البطلة لسه عايشة. وبعد كده بنروح لأخت البطلة وهي راحت عشان تقول للشرطية إحنا كعيلة متبريين منها، هعرفك بقى يا ستي عملت إيه. الحلوة من كتر الفقر باعت أخوها اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة وقبضت الثمن بكل برود. راحوا هما طردوها من البيت وهي كانت شايفة نفسها مظلومة، دي كانت ناوية ان هي حتى بعد ما تبيع اخوها ترمي اهلها كلهم في دار رعاية، فعلا ما بيستاهلوش الخير. وراحت سايباهم وماشي، وراحت بقى تشوف رزقها وتشتغل في ملاهي ليلية، وكمان عملت اكونتات على السوشيال ميديا بالمرة تشتغل عليها. وفي مرة كانت منزلة صورة ليها وهي وراها بوستر مكتوب عليه تبرع بالدم، والناس أعجبت بشخصيتها جدا وقد ايه ان هي بتعمل خير وطيبة. وهي هنا قالت بس حبت الموضوع قوي واخدته محتوى، مع ان هي ما كانتش اتبرعت ولا حاجة. وبدأت هي تستعطف الناس وتقول ان هي يتيمة وبدأت من الصفر، وكمان بتجيب حيوانات من الشارع علشان تربيها وتهتم بيها وهم بقى يبعتوا لها في تبرعات. لا والبطلة كمان مش بيكفيها كل ده، بتكون عاملة شهادات تطوع بالهبل. ولما لقت البنت التانية اللي هي مقطعة فروتها ضدها فقالت ان هي تديها فلوس علشان تسكتها، واتفقوا مع بعض ان هما يمثلوا دراما قدام الفانز. لا ومش بس كده، بالنسبة للقطة اللي كانت رجليها مكسورة البطلة هي اللي كسرت لها رجلها. وفي الفيديو بقى اللي هي كانت مصوراه وهي منهارة عليها ورايحة علشان تعالجها، هوب تلاقي مين بقى بيراقبها، البطل، وشافته كذا مرة وراها،
فهي اترعبت وخافت لحسن يكون عارف كل حاجة عنها ويفضحها. وهي هنا بقى أخدت القرار إن هي لازم تتغدى بيه قبل ما يتعشى بيها، وبدأت إن هي تراقبه وعرفت عنه كل حاجة هو بيعملها. وبعد ما عرفت كل حاجة في محور حياته راحت بقى علشان تقابله، وبعدين بقى مثلت قال إيه إن هي ماتت يعني، وكل ده كان تمثيل، هي ما كانتش ماتت ولا حاجة، وكانت فاهمة كويس هي بتعمل إيه. وأخدت صور ليها وهي قال إيه يعني ميتة، فوتو سيشن يعني، وسابت الدنيا وسابت بقع دم ليها صغيرة ومشيت بقى مع الشخص اللي هو مهووس بيها، بما إن هو بيحبها قوي يعني للدرجة دي. وهي بقى العقل المدبر بالنسبة للحاجات اللي كانت في البرطمان والصور. لا وكمان هما الاتنين اللي هجموا عليه يوم ما كان داخل شقته. وهنا بقى المهووس خاف جدا لحسن البطل يروح ويبلغ الشرطة ويروح فيها، وقال لها أنا ماليش دعوة وطلعيني منها، أنا هبلغ وهقول كل حاجة وإن أنت العقل المدبر. وراحت هي مسبلة له كده بعينيها وقالت له أهون عليك يا حبيبي؟ قال لها لا طبعا. راحت هي غدرت بيه فورا واتخلصت منه. وبعدين بقى بنشوف البطل وهو واخد الشرطية لمكان شغل البطلة القديم، وفي واحدة هناك بتعرفه من هي كانت مقربة من واحدة تانية مشهورة برضو، لكن دي كمان اختفت. وبعدين بقى بنشوف البطلة وهي بتخبط نفسها علشان تعمل كدمة في وشها، والبطل بقى بيعرف مكانها وبيقول لها بتضربي نفسك ليه؟ ما أنا موجود، أخيرا لقيتك. هي بتقوله ده أنا اللي أخيرا لقيتك. بتجرحه بالسكينة في إيديه وبتجرح نفسها كمان، قال إيه يعني هو اللي اتهجم عليها. وبعدين راحت مصوتة جامد جدا وراحت الشرطة جت، وهم في الوضع ده أكيد كده معناه إن هو بيهجم عليها، وقال إيه يعني خاطفها، وهي بتمثل دور الضحية أكتر من الضحية نفسها. وهنا البطل ما كانش قدامه أي حاجة غير إن هو يجري ويهرب. وبعد كده الحلوة سو طلعت لايف علشان تستعطف الناس قد إيه اتخطفت واتعذبت، ويلا بقى بعتولي تبرعات. وبعدين بقى بنلاقي البطل بعت للشرطية بيعترف لها هو كان بيعمل إيه وبيستغل مهنته في إن هو يتجسس على الناس، بس هو ما كانش بيأذي حد، وبيطلب منها إن هي تجيله علشان تسمعه للمرة الأخيرة. وراحت له بس ما كانتش مطمنة خالص. وبعدين بقى بنشوف البطلة وهي بتحط ميك اب كدمات علشان تطلع تطمن الفانز وتقول لهم إن هي بتتحسن. وبعدين بقى بتلاقي ظرف أحمر جواه تهديد من البطل إن هو هيوري الشرطة الصور اللي هي كانت واخداها لنفسها، وقال إيه يعني وهي ميتة، الفوتو سيشن اللي هي عملته، وإن هو هيعمل كده وهيفضحها إلا في حالة واحدة بس، لو جت وقابلته في بيت المهووس. طبعا هي أخدت كل العدة اللي معاها علشان تحمي بيها نفسها، وزوغت من الشرطة اللي بتحمي البيت قال إيه يعني لو هجم عليها، وراحت بقى للبطل وهي بتقوله فين بقى يا بابا الصور، وهو بيقول لها هو انت عملتي كده ليه؟ ما كان ممكن تقولي ان المهووس هو اللي خطفك وتطلعيني انا من الليله. وهي تقول له وليه اعمل كده لما ممكن اتخلص منك؟ وراحت مكهرباه ومكتفاه، يفوق يلاقي نفسه وهي خلاص بتخرج من البيت ومشغله الغاز علشان تخنقه، وبتكتب رساله قال ان هو انتحر من كتر الندم، سايكو سايكو يعني. وهنا بقى البطل واجهها ان هي كانت بتقتل الحيوانات بعد ما تتبناها، وهي بتعيط وبتعرفه ان هي كمان ضحيه، وإن هي كانت بتبقى زعلانة عليهم جدًا، مسكينة حبيبتي. وشافت كاميرا عنده في البيت بتراقب اللي بيحصل فراحت كسراها، وهو قال لها اوعي تكوني فاكرة يا حلوة إنِك هتنفدي بكل اللي أنتِ عملتيه، من خلال مراقبتي ليكِ شُفت عدسات عندِك في البيت. وسلمتها للشرطة والحمض النووي بتاعها طلع إن هي بتاعة صاحبتِك اللي أنتِ اتخلصتِ منها، وكمان من خلال مراقبتي ليكِ شُفتِك وأنتِ بتكلمي تربة معينة، وحسيت طبعًا إن هي فيها جثة صاحبتِك، قُمت مبلّغ الشرطة. وفعلًا بقى الشرطية راحت المكان ده لقت جثة صاحبتها وكمان كل الكلاب والقطط اللي هي اتخلّصت منها، وهي بقى فضلت تمثّل وتقول إن هي ضحية، لإن هي قتلت صاحبتها دي بسبب إن هي كانت ماسكة عليها زِلّة، وعملت كده عشان بتدافع عن نفسها بس. وفضلت تستعطف فيه وتقول له هو أنا هون عليك بالشكل ده، وهوب راحت هاجمة عليه وماسكة في زمارة رقبته وكانت هتخلّص عليه، لكن الشرطة اتدخّلت في الوقت المناسب وأنقذته على آخر لحظة، وقبضوا عليها أخيرًا. وهي تقبضوا عليا أنا، ده أنا الضحية. وهم بقى واخدينها علشان يمشوا خزقت للبطل عينيه لأن هي كانت متغاظة بسبب اللي عمله. وبعدين بقى راح يزورها وهي في السجن وهي لسه قادرة ومش ندمانة على كل اللي عملته، قوية ومفترية. وبعدين بقى بنروح للبطل بعد ما خرج من السجن لأن هو اتحبس بتهمة التجسس ورجع لشغله تاني، بس المرة دي بسمعته بقى بعد ما خد على دماغه جامد، وراح قابل الشرطية علشان يشكرها إن هي سمعته وصدقته، بس هي ما كانتش واثقة فيه وكانت معتبراه برضه مجرم لأن التجسس ده برضه حاجة مش صح، وراحت سايباه وماشية.
أما بقى بالنسبة للبطل، بسبب اللي هو حصل معاه بقى ماشي في الشارع حاسس إن كل الناس باصة عليه وبتراقبه. هي دي بقى إجازات الشخص اللي هو يحط مناخيره في حياة الناس وما يخلوش في حاله. بس وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. أشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.